هو هذا السؤال الثاني. أي جرامر 10 نقاط، جوا 6 نحل 5. البي مالته السؤال الثاني اختيار ما بين الأقواس، السنس والفور، اللي صفت ايده ING مثلا، هذه مر علينا. ومن ضمنها ممكن يخيرني بين ضمائر الوصل، يعني يعطيني يقول لي هو لو هوز لو وير، غير قوسين فوارس بيناتهم، انت تختار. عرفنا شنو هاي الطريقه الثانيه من طرق الاسئله الوزاريه على الريليتيف كلوز؟ هي هاي. ايش نستخدم؟ مثل ما ذكرنا خلطه العطار. شنو هاي خلطه العطار؟ استاذ شلون يعني؟ هسه انا عندي قال لي هو، خلينا ناخذ كلهن نفترض، هي ما يجي لي كلهن، يجيني 3 او مرات 2 بس. هو او ويتش، طبعا اكيد ما راح يقول لك ذات، لان الويتش ويا ذات نفس الاستخدام. وير وهو از. اوكي؟ خيرني بين ذولا. انا اعرف الهو للعاقل، اعرف الويتش او الذات لغير العاقل، وكلهم معناهم الذي التي، والوير للمكان. واعرف انا حبه حلوه دارسي سوالي خلطه. هاي الخلطه شو تقول؟ تقول اذا لقيت هنا فعل رئيسي، مثل هسه بصفحه 15 وبصفحه 106 لا 106 تمرين سي، يعني مخيرني خيارات. هو هذا الموضوع. إذا لقيت فعل رئيسي مثل رود كتب أو لبس يعيش، واردة عندكم قلت لكم سؤال 106 و 115. فعل رئيسي، شو فعل رئيسي؟ بلاي رايت ايت جيرل، فعل رئيسي. اختار الهو. خوش خلطة أبو محمد علي. إذا لقيت إز، اختار ويتش او ذات الغير العاقل. خوش خلطه حقيقه ما انتبه. يعني مرتضى رضا يقول لك انا بس جيس اختار ويتش. لقيت فعل رئيسي اختار هو. لكن اذا لقيت لا اسم ولا فعل، لقيت اسم هنا، اسم فاطمه، احمد، وارد عندنا يمكن فيفرت فود، طعام مفضل. مغيرني بالبي. سؤال الثاني بي الجرامر، جوا بنهاية الصفحة خيارات بين قوسين، ضمائر الريليتيف كلوز اللي هو ضمائر جمل الوصل، يخيرني بين 2 أو 3، ما يخيرني بين 5 أو 4. خلينا نقول خيرني بين ذولا كلهم اللي عارض الشرع. إذا لقيت إيز أختار ويتش أو ذات. لقيت فعل رئيسي أختار هو. لقيت اسم أضع الاسم. إذا لقيت اسم مو إيز مو فعل رئيسي، اسم أختار ويز لو وير. لقيت اسم يلا. إذا لقيت أنظر وين أجي أضع هنا، هم راح ألقى اسم. شرط إذا لقيت اسم بعد القوس أو الفراغ راح ألقى اسم. هذا الاسم إذا اسم مكان